السلام عليكم. الإخوان المسلمين سوف يعودون للحكم. استنى بس واوعى تغير الفيديو، مش أنا اللي بقول الكلام ده اللي بيقول الكلام ده مدير مركز إسرائيلي. مش بس بيتوقع كده، ده كمان بيقول إن الحرب مع مصر هتكون بعد 15 سنة تقريبا من دلوقتي. ده اللي حذر منه رئيس مركز هيروت أمياد كوهين، واللي اتكلم عن تنامي قوة الجيش المصري، وأكد إن المنطقة خلال الأعوام ال15 القادمة هتكون في مواجهة عسكرية ما بين مصر وما بين إسرائيل. ده كلامه هو. تأكيده بقى كمان إن الإخوان هم الخطر الأكبر على إسرائيل وعلى أمريكا. يعني هو بيأكد على معلومة بيتكلم عنها، وإن هم مين هم الخطر، يعني هم مين هم العدو. طبعا وانت بتشوف الكلام ده تحس إنه شوية شوية هيغنوها لنا على الربابة خلاص. انت مش فاهم، يعني هو النهارده بيمدح ولا بيذم الإخوان؟ ولا هو قصده ان السيسي قاعد بيعمل لهم ايه يعني دلوقتي؟ يعني هو وجوده دلوقتي بيمثل بالنسبه لهم ايه؟ انا اللي استغربته اكتر بقى مش الكلام ده، اللي استغربته اكتر ان هو محدد 15 سنه تحديدا. طب ليه مش اكتر؟ طب ليه مش اقل؟ هو طبعا بيكلمك عن مصر ما بعد السيسي، بس عشان تبقى فاهم ما بين السطور وعلشان ما تحترش كتير، لانه لما يقول لك 15 سنه يعني هو بيدي لك وقت تقريبي. هحكي لك بعد شويه المراكز البحثيه دي بتعتبر الفتره دي اسمها ايه، بس اللي تقدر توصل منه انه واضح انه بقاء السيسي هو حمايه ليهم. ده هو ده كلامه، لانه هو بيتكلم عن ما بعد السيسي، ما هو بيقول لك بعد 15 سنه تقريبا. طب هل اللي بيقوله ده فزاعه ولا حقيقه؟ الكلام ده لما يطلع لك من مركز هيروت الاسرائيلي، واللي بيتكلم عن مستقبل العلاقه بين مصر واسرائيل تحديدا، والكلام ده كان امام نتنياهو، يبقى اللي انا بقوله لك ده كله واللي اتكلمت عنه في المقدمه كاسئله، دي اسئله مشروعه جدا، لان ده مركز بيقدم لك بحث وبيقيم الاطراف اللي بناء عليها هيشوف هم مع مصلحتهم ولا ضدها. عشان كده انا بقول لك هنا انا مش بستنتج نتائج، ده انا بقول لك هو قالها لك ايه بعضمه لسانه، ناقص يغنيها لنا على يغنيها لنا على الربابه. ففي الاخر هو شاهد شهاده كانها مدح للاخوان من ناحيه، ومن ناحيه تانية هو بيأكد ان السيسي بقاؤه هو يحميهم. هو انا في الحقيقه افتكرت كده كلمه سيسي لما قال قدام الامم المتحده، فاكرين اول ما جلس على كرسي العرش في مصر وقال لك ايه؟ ان امن وسلامه المواطن الاسرائيلي مهمه، يعني او دي حاجه مهمه جدا بالنسبه له. فانا مش مستغربه، بس انت خد بالك انا بس بتكلم على الايه، على اللي بيحاولوا دايما يدافعوا. وبعدين عمرو موسى بقى بيقول كلام تاني دلوقتي في هذا التوقيت تحديدا. خد بالك عمرو موسى ده كان الامين العام الاسبق للجمعيه العربيه اللي لغايه دلوقتي الواحد مش عارف هو كان لازمتها ايه. بيقول لك اسرائيل دوله في الشرق الاوسط، وبيقول لك احنا ما بنقولش نطردها، لكن لازم يتعمل معاها سلام في المنطقه، بس ما ينفعش يكون عندها اسلحه نوويه. طبعا خد بالك هو الكلام ده بيتقال في السياق اللي بيحصل في المنطقه، بس انا مش متفاجئه، لان اي حاجه في عهد السيسي دلوقتي هو ده اللي لازم يتقال، ومش هيتقال غيره على فكره. هو الكلام اللي يهمني اكتر في اللي قاله الراجل ده هو ما بعد السيسي، الزوال القادم. طبعا انا مش مستنيه مركز بحثي يقول لي هم مصيرهم ايه، لكن هو النهارده كمركز بحث بيقول لي ان في النهارده اعاده تشكيل وحروب وصراعات وتحولات اقتصاديه وامنيه واجيال جايه لا تؤمن ببقائهم، ده كلامهم. وبالتالي المركز ده وغيرهم بيحاولوا يرسموا صوره للمستقبل، وبيحطوا سيناريوهات مختلفه وسيناريوهات مختلفه علشان يستعدوا. خد بالك من دي، عشان يستعدوا، وهو ده اللي يهمنا في المقام الاول. عشان كده حدد لك 15 سنه، ما قالكش 5 سنين 3 سنين 20 سنه. ليه بقى؟ لان عاده الدراسات الاستراتيجيه بتستخدم افق زمني متوسط او طويل. من وجهه نظرهم ده يعني بيتوقع حدوث التغييرات اللي ممكن تحصل سياسيا واقتصاديا، وتركيبه المجتمعات كمان وقتها هتبقى عامله ازاي. ف15 سنه بالنسبه لهم هي فتره كافيه لظهور اجيال جديده وتغير سياسي. وهنا بنتكلم عن ايه؟ عن ما سيحدث في مصر حسب هذه الدراسه. لكن فكره بقى موعد معين، يعني هي 15 سنه باليوم والساعه، لا، الموضوع مش كده. احنا طبعا واثقين ان وعد الله الحق سيتحقق. احنا عندنا وعد رباني اصلا، مش مستنيين. انا بس اتكلم عن الناس اللي فاكرين نفسهم وطنيين وطالعين بيتكلموا كانهم بيتكلموا عن مصلحه مصر. طبعا مش عايزه اقول لكم بقى كمصطفى بكر، انا عارفه انتوا هتقولي ايه اللي انت بتقوليه ده، بس يعني هو طالع يقول لك انتوا مش تعرفوش بعد السيسي هتكتشفوا ان هو كان حميله من الخطر عامل ازاي. انهي خطر حضرتك؟ انهي خطر؟ انت بتتكلم عن ايه؟ عن بقاء اسرائيل ولا عن زوالها؟ معرفش، يعني انت حضراتكم انا هسيب لكم انتوا الاجابه. لكن في الحقيقه اللي بيحصل ده مش فزاعه، لا، ولا فزاعه متعمده ابدا. ده وضع لسيناريو متوقعين.
وخد بالك فكره انه ده يحصل او ما يحصلش، مين اللي يوصل الحكم في مصر بعد السيسي؟ مش هو ده قصتنا، لان هو خد بالك الموضوع هيحصل عاجلا ام اجلا. يعني فكره انه زوال اسرائيل او عدمها مع وجود مصر، او عدم وجود مصر في الموضوع، مش هو ده اللي يفرق معانا احنا. هو اللي يفرق معانا هم شايفين المستقبل ازاي. اما بالنسبه لنا احنا بقى، فلازم نشوف احنا واقفين في انهي صف. هل بنستعد لساعه الصفر اللي جايه حسب النص القراني، مش مستنيه دراسات تعلنها، ولا مستنيين ايه بالظبط؟ هو ده مربط الفرس. انا في الحقيقه من امبارح كنت شايفه هذا الكلام، وكنت نفسي اكلمكم فيه من امبارح، بس للاسف كنت مريضه، فاستنيت للنهارده كده. طلع لي بقى عمرو موسى بالتصريح بتاعه، وشفت بعض ردود الافعال، فلقيت ان الامانه اني افتح معاكم هذا الموضوع واترك لكم الاجابه. هل انت مستعد ولا لا؟ هل انت قاري المشهد زي ما هم قارين ولا لا؟ وماذا ستفعل عندما تاتي ساعه الصفر؟ ربنا يحفظ مصر وشعبها والمخلصين منها، ويحفظ المنطقه من مكر الماكرين وكل من يتآمر على هذه الامه. وخلص الكلام. السلام عليكم.